في اجيال عاشت وماتت وما شافتش الزمالك بياخد افريقيا. بص يا كابتن، انا مش زملكاوي عشان بس نبقى متفقين، ولكن هرجع اقول لك ان نادي الزمالك لازم بجد الدوله تتدخل. لازم السيد وزير الشباب والرياضه يطلع دلوقتي بيان باقاله مجلس اداره نادي الزمالك وتغيير كل الناس اللي موجوده في قناه نادي الزمالك. بصوا يا جماعه، شيكابالا لو لاحظنا في الجون الاولاني، شيكابالا يا كابتن، شيكابالا انت قائد نادي الزمالك، انت الكابتن، بتعمل ايه؟ بترقص فين؟ الكره اتقطعت، الجون من شيكابالا، الكره اتقطعت وراحت واتعملت وجون وعادي. شيكابالا جمهور الزمالك مع احترام او بعض من جماهير نادي الزمالك هتطلع تاني يوم تقول عليه الاسطوره. لا، الاسطوره اللي اكسب فريقي، مش اللي اتسبب ان فريقي هو اساسا الموضوع مش مستحمل. انا عايز ارقص فين يا كابتن؟ الكره دي ما تطلعش، دي تطلع بالبوكس اطير. انا بلعب في افريقيا يا كابتن محمد، انا بلعب في افريقيا، انا عندي نقطه من 9 نقاط، عندي نقطه يا كابتن محمد يا احسن جون في مصر. الكره دي تطلع بالبوكس اطير على طول، خلصت، انا ريحت فرقتي. انا بالعكس، انا من خطا ساذج من شيكابالا ومحمد عواد خلف الزمالك خرج من افريقيا. بص يا كابتن نيمار، انا ممكن كنت بوش رجلي طلعت الكوره، خلصت الزمالك، ما كانش دخل فينا التاني. لعل وعسى ممكن زيزو اللي نايم طول الماتش مثلا كان حط واحده بوش رجله، كان الزمالك رجع من تونس بنقطه، كانت هتفرق جامد قوي والله يا كابتن، وكانت مش هتفرق معاك لو انت طوحتها. يعني انا مش هعدي كوره من جنب الراجل، هستفاد ايه؟ كوره زي دي هطلع بره. يا جدعان نادي الزمالك بتلعبوا باسم سيد نيمار، السنه اللي فاتت كان لعيب عالمي، السنه دي ما جاش، اكنه مش هو ده سيد نيمار. انا مستغرب كوره زي ديت يا جماعه ما تطلعش ازاي؟ تطلع بوش الرجل بره، انا مش فاهم. ارجع ليه من تونس خسران؟ ارجع ليه من 3 ماتشات في افريقيا عندي نقطه؟ بص يا كابتن، انا عايز اقول، عندي رساله لجمهور نادي الزمالك، الناس دي فلوسها حرام، الناس دي بتاخد فلوس حرام. ان انا العب في بنادي الزمالك وطيران وفنادق والكلام ده كله، ونادي الزمالك يبقى بالمستوى ده، لا، انا اطلع ناشئين تمام وارجع زي السنه اللي فاتت. يا جماعه يا جمهور نادي الزمالك، مرتضى منصور نادي الزمالك الموسم اللي فات كان عامل سيزون عالمي. مرتضى منصور تعمد يوقع نادي الزمالك بشراء 8 صفقات، ما فيش صفقه منهم قادره تقف على رجليها في الملعب. فلما نادي باسم نادي الزمالك يبقى في 3 ماتشات ياخد نقطه واحده، يبقى الناس دي ما تستحقش. محدش يجي يقول لي النهارده اصل الزمالك بيتحارب، اصل الدوله عايزه توقع الزمالك. ما تضحكش على نفسك، بعد اذنك ما تضحكش على نفسك. الراجل رئيس نادي الزمالك هو اللي عمل في نفسه كده. انا النهارده شمتان ليه؟ لان ما سابش في مصر الا لما اتشتمت. ولكن تصحيح مسار جوه نادي الزمالك في كل الالعاب. الزمالك يا جماعه على كل المستويات ضايع، ما جاش. ما تقوليش اصل حد بيحارب رئيس نادي، ده هو اللي بيحارب نفسه. النهارده يا جماعه انا كنت مبسوط جدا وهو في قلب القفص، لان بجد ما فيش حد في مصر ما سلمش منه، ما فيش حد في مصر ما اتشتمش. ما حدش يقول لك اصل احتراما لسنه، الكلام ده كله. هو ما احترمش سنه، هو ما احترمش نفسه، هو ما احترمش نادي الزمالك، اعظم فريق في افريقيا. يا جدعان لازم الدوله تتدخل لحل مشاكل نادي الزمالك. لازم يجي رئيس لنادي الزمالك محترم يحترم الكابتن محمود الخطيب ويحترم محمد مصلحي ويحترم كل الناس، لان قيمه نادي الزمالك من قيمه رئيس النادي بتاعها. ده ما ينفعش يبقى رئيس نادي بيسب ده ويشتم ده ويشتم ده، ولما لما يتعاقب حد يطلع لنا ولا الصفحات تطلع على السوشيال ميديا تقول لك ايه؟ احترام اللسان. هو ما احترمش نفسه. نادي الزمالك بيخسر من الترجي التونسي في قلب تونس 2-0، وبيخسر وبيتعادل قبليها وبيخسر قبليها حاجه. الزمالك كره السله بتخسر ارقام، كره اليد بتخسر حاجات. الزمالك يا جماعه مع الراجل ده وصل ما حدش يقول لي ده واخد دوري. يا ابني الزمالك بياخد دوري وكاس بقاله 15 بقاله 20 30 سنه. نادي الزمالك من قبل ما يعرفوا مرتضى منصور اسمه ايه وهو بياخد دوري وكاس. الزمالك بقاله 20 سنه في عهد مرتضى منصور ما خدش دوري ابطال افريقيا. في اجيال عاشت وماتت وما شافتش الزمالك بياخد افريقيا. ما حدش يجي يقول لي ان النهارده انا كنت عايز الزمالك يكسب النهارده، اولا لان الزمالك المصري، ثانيا عشان ما حدش يجي يقول لك يربط المواضيع ببعضيها. الزمالك رايح هناك وكل جمهور الزمالك عارف ان هو خسران، وقبل ما يمشي مرتضى منصور كل جمهور الزمالك كان عارف ان النهارده الزمالك خسران. عشان ما اطولش عليكم اكتر من كده، بطالب السيد وزير الشباب والرياضه، كل من هو زملكاوي، كل من هو اهلاوي، كل من هو اسماعيلاوي،
كل جماهير الكره المصريه تتكاتف من اجل التيشيرت الابيض. التيشيرت الابيض ده يستحق ان كل الناس تقف له تعظيم سلام. ده نادي الزمالك، نادي الزمالك، لازم كلنا نبقى عارفين قيمه نادي الزمالك. وبس كده يا سيدي.